على طول. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى. بص حاجتين يا جماعة، رسالة لكل الشباب: من أراد أن يستقيم على طريق الله عز وجل فلا بد أن يكون له علاقة مباشرة بكتاب الله عز وجل، ويستحيل إن هو يعرف إن هو يستقيم ويقترب دون هذا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما بيختار حد، أول حاجة، أول علامة الاختيار أن يحب سماع كلام الله عز وجل. ربنا بيقول سيدنا موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اختارك هيسمعك، ما بتسمعش يبقى انت مش مختار. روح واسمع، لانك ممكن تكون دخلت الوادي المقدس وما نظفتش حاجة معينة. هيئ نفسك للقرآن، نظف واقعد واسمع، هتختلف، هتبقى في حتة تانية خالص. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك روح، وهتبص والله وانت بتقرأ القرآن هتلاقي الآيات اللي بعدها ايه؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تمام، التوحيد. تمام، وأقم الصلاة لذكري. تمام، إقامة الصلاة والذكر. طيب عبادات كده بس ومفيش هدف؟ لا، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. الإيمان بالآخرة مهم جدا في سلوك الطريق إلى الله، وهي قريبة، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. شاهد، خلي القرآن قدام عينيك واعمل لنفسك ورد ثابت، وتأمل في الآيات وتدبر الآيات. هتلاقي نفسك إن القرآن بينحتك، صحيح، بيشكلك للقرآن. لما سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. القرآن ينحتك، يغيرك، تفهم أخلاق القرآن، أحكام القرآن، تفكيرك القرآن، انضباطك القرآن. القرآن بيغير، بس أنت تسمح لده، اسمح لده إن هو يحصل. تستقيم، تعرف تستقيم.